تخيل ان حياتك كلها بالشكل اللي انت عايشه دلوقتي كان ممكن تكون مختلفة تماما بسبب قرار خدته في دقيقة واحدة بس، او يمكن في 5 ثواني. دقيقة واحدة كده نقدر نبتدي. يلا انتوا كمان قوموا هاتوا حاجة اشربوها بتحبوها، ويلا بينا عشان نبدأ من غير كلام كتير. عارفين يا جماعة، احنا بنبالغ جدا في اهمية القرارات اللي احنا فاكرينها كبيرة ومصيرية في حياتنا. نفكر مثلا ان حياتنا بتتغير بسبب اختيار الجامعة المعينة او اختيار الكلية المعينة، او ان مثلا الشغل المعين زي ما بابا طلع لازم انا كمان اطلع، او ماما زي ما طلعت لازم انا كمان اشتغل نفس الشغل بتاعها. بنبالغ جدا في اختيار الجواز، ان لازم الجواز تبقى 10/10 زي ما بيقولوا، بيرفكت ولا غلطة. مع ان اللي ممكن يغير مصير حياتنا فعلا يكون قرار بسيط جدا وصغير، انت ما كنتش متخيل ان هو فعلا ممكن يغير حياتك كده، من كتر ما هو صغير جدا. حاجة بسيطة جدا انت عملتها ما كنتش متخيل ان هي هتغير الحياة كده. شخص مثلا قرر ان هو هيحضر حدث ما او هينزل مع اصحابه، مع ان هو كان ناوي ان هو هيقعد في البيت ومش هينزل، وفي لحظة صغيرة غير رأيه. وهناك بقى قابل حد عرض عليه فرصة شغل غير حياته المهنية تماما. شخص تاني قرر ان هو هيبدأ قناة على اليوتيوب، رغم ان كان كل الكلام اللي في دماغه الناس هتقول عليا ايه، وباي ذا واي انا الشخص ده، الناس هتقول عليا ايه، لا انا مش مستعد، لا 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 لا. وفعلا خد القرار وبدأ، وهو مش عارف اللحظة الصغيرة اللي هو قرر فيها دي ممكن تعمل ايه في حياته. بنوتة تانية قررت ان هي ترد على مسج كانت مقررة ان هي هتتجاهلها ومش هترد عليها خالص، وفي لحظة غيرت قرارها، ومع اللحظة دي حياتها كمان اتغيرت. ربنا كرمها بالعوض ولقت الشخص اللي كانت بتحلم بيه، وفيه كل مواصفات الزوج اللي هي كانت عايزاها. كل قصة من دي بتنتهي بنتيجة غير متوقعة تماما، عشان من البداية القرار نفسه كان بسيط جدا. احنا بنعيش حياتنا كأن كل القرارات المصيرية واضحة، وبنفضل مستنيين حاجة معينة تحصل وفاكرين ان هو ده اللي هيغير حياتنا، لكن الحقيقة مش كده. الحقيقة اننا غالبا ما نعرفش القرار المهم الا بعد سنين. لو رجعت فترة زمنية لورا، هل كنت متوقع ان حياتك هتبقى بالشكل ده؟ غالبا الاجابه هتبقى لا، لان سبحان الله احنا مهما بنفكر وبنحط خطط لحياتنا وفاكرين ان هو ده فعلا اللي هيغير حياتنا للاحسن وهتبقى الحياه المثاليه، بس ربنا سبحانه وتعالى يقلب الموازين دي كلها بحاجه صغيره خالص انت ما كانش يخطر على بالك انها تحصل، ولما تحصل تغير فعلا حياتك للاحسن واكتر كمان مما كنت تتخيل. عندكم مثلا جي كي رولينج، مؤلفه سلسله هاري بوتر. ما اعتقدش ان حد فينا ما شافوش او على الاقل سمع عنه. الست دي كانت ام عزباء مطلقة وفقيرة جدا، وبتعاني من اكتئاب، ومن وهي صغيرة بتحب الكتابة. وفي لحظة وهي راجعة لندن في القطر جالها فكرة هاري بوتر، وقررت انها تكتبها عشان تصبح من اشهر وانجح القصص والافلام على مر العصور. ستيف جوبز يا جماعة، من مؤسسين شركة ابل، كان طفل متبني من عيلة أمريكية، ومن وهو صغير بيحب الإلكترونيات والتفكيك، وفي لحظة قرر هو وأصحابه إن هما يأسسوا شركة أبل في البدروم بتاع بيته. طبعا مش محتاجه اقول لكم شركه ابل عامله ازاي دلوقتي. معظم الناس بتبقى فاكره ان التغيير الكبير بيحصل بسبب احداث ضخمه، لكن الحقيقه عكس كده تماما. غير بقى ان القرارات الصغيره دي هي اللي بتفتح قدامنا ابواب كتير جدا. زي مثلا حد قرر ان هو هيتعلم لغه او مهاره جديده، وفعلا اتعلم اللغه دي، ولما جت قدامه فرصه شغل وقدم فيها اتقبل، لان هو معاه حاجه مش عند غيره، معاه حاجه ميزته وخلته التوب زي ما بيقولوا، وهو اللي اوريدي وقع عليه الاختيار. واحد تاني بيحب القرايه وقرر ان هو يقرا كتاب جديد، ولما قرا الكتاب ده جت في دماغه فكره، والفكره دي مع الوقت والتطوير والتخطيط بقت مشروع، ومشروع ناجح ورزق كبير قوي. يمكن وانت بتتفرج على الفيديو ده في قرار في حياتك انت مستنيه يبقى واضح 100% قبل ما تاخده، لكن الحقيقة ان اغلب القرارات المهمة في حياة البشر ما كانتش واضحة. محدش بيشوف المستقبل، كل اللي بنقدر نعمله نختار ونكمل الطريق ونشوف هيودينا على فين، والخير اللي ربنا كاتبه لنا، لان اي حاجة بتحصل معانا خير والله يا جماعة. الحياة مش بتتغير في اللحظات اللي بنخطط لها، احيانا بتتغير في اللحظات اللي بنعتبرها عاديه جدا. وانتوا كمان اكتبوا لي في التعليقات ايه القرار اللي انتوا حاسين ان هو هيغير حياتكم الفتره اللي جايه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يعجبكم، ولو حسيتوا انكم استفدتوا منه ابعتوا لاصحابكم واعملوا لي لايك وسبسكرايب، واسيب لكم الاكونتات بتاعتي في الديسكريبشن، اعملوا لي فولو. باي.